السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عامل ايه؟ انا كويس وانت ان شاء الله كمان كويس. في الفيديو ده انا جاي اكلمك عن الاربع قواعد الذهبية للمسكولينيتي، للرجولة. تمام؟ فمبدئيا كده تقدر تستشف ان الفيديو ده مش خالص للبنات، انا بستهدف الفئة الذكورية اللي بتتابعني. بس دلوقتي عندي 81 مشترك، لو في 80 مشتركة عايزهم يطلعوا بره، معلش، لان الفيديو ده مش هيبقى مفيد ليهم، بس هيبقى مفيد للواحد المتبقي ده. تمام. طبعا انا ليا 4 شهور ما نزلتش فيديوهات عشان كان عندي امتحانات فاينل. كنت بشتغل على فيديو تاني كبير غالبا فشل يعني هشوف برضو الموضوع ده في قناتي التانية. هسيب لك الوصف بتاعها تحت. نزلت 5 6 فيديوهات كده بيعلموك ازاي تتعلم مونتاج من الصفر خالص، وفيديوهات قصيرة يعني. ان كان يعني محدش مهتم اصلا. نخش في اللي انا عايز اقوله على طول. الرجوله هي بتنقسم لشقين، لو حققتهم هتبقى انت كده صنعت من نفسك المعنى الحقيقي للرجوله. قشطه قشطه. يعني ايه الرجوله؟ هي ان انت تحقق الصلابه الذهنيه والصلابه البدنيه. لو انت حققتهم انت كده حققت معنى الرجوله الكامل وجسدته فيك. طيب، كلنا عارفين الصلابه البدنيه بتتعمل ازاي وفين، بس اللي جاي اكلمك عليه النهارده هي الصلابة الذهنية. زي ما قلت 4 مبادئ أو قواعد كده، لو اكسبتهم وعرفتهم هتبقى انت كده عرفت تحصل على العقلية دي. ايه هو أول مبدأ؟ أول مبدأ ده اللي هو أهم مبدأ، ده اللي هو صلب الموضوع كله أصلا. ايه هو أول مبدأ؟ إن عدوك الأول والوحيد هو انت. نقطة. انت لما بتتهزم منك، ما بتتهزمش من حد. الشخص اللي بيأذيك واللي منكد عليك واللي مدمر حياتك انت والله. مش السجاير، مش المخدرات، مش ال جي بي تي كيو، مش البورن، مش حاجة، مش كل ده الحاجات دي بس بتخليك اضعف. الحاجات دي بتساعد انت تخسر، بس مش هي اللي بتخسرك. عشان كده لو في واحد مثلا مشكلته ان هو بيشرب سجاير، فالحل مش ان هو يرمي علبة السجاير اللي معاه، ما هيروح يشتري غيرها. يبقى المشكلة مش في علبة السجاير دي. طيب، لو قلنا المشكلة ان في سجاير اصلا، فلو عملنا ديليت للسجاير من الكوكب هتلاقيه بيشرب شيشه. اذا المشكله مش في وجود المحفز، ولا في وجود الشيء الادماني. هو المشكله فيه هو. المشكله هنا هو في المقام الاول خسر من دماغه، وبعد كده بقى خسر من الحاجات التانية. ده المبدأ ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك ان انت لما تعوز تعادي شخص او تعوز تعادي حد، فالشخص ده لازم يكون انت. تمام. وده كمان ليه دلالة تانية وليه معنى تاني اهم، ان اي حد حواليك عداوته ملهاش لازمه بجد. لو في حد مضايقك، لو في حد مش عاجبك، لو في حد بيستفزك، ايا كان، عداوته مش مهمه. هو مش مهم اصلا، مش هو المين كاركتر، لان انت البطل وانت الشرير في قصتك. اي حد تاني هو ام بي سي، فانت لما بتحيل الاهتمام كله للام بي سي، فدي كده قصه بايظه. دلوقتي كمان تسمع يقولك ايه؟ ان انت مش في مقارنه مع اللي حواليك. وفي ناس كمان بتطلع تكذب المقارنه دي، بتقولك لا انت في مقارنه مع اللي حواليك. انا هقولك الخلاصه من الكلام. هل انت في منافسه مع اللي حواليك ولا انت مش في منافسه مع اللي حواليك؟ وفي الحقيقه انت في منافسه مع اللي حواليك. لان انت دلوقتي هدفك ان انت تطلع انسان احسن. طب انسان احسن من مين؟ ما هو انسان احسن وخلاص ملهاش معنى. لان انت عشان تكون انسان احسن لازم تكون الاول انسان اوحش. طب انت انسان برضه اوحش من مين؟ ما هو لازم في الاخر، في الاول وفي الاخر، معيار بتقارن عليه. فلو انت ما بتقارنش نفسك بحد، اذا اي نقطه هتوصل لها هتبقى هي نقطه الصفر. او اذا قارنت نفسك مثلا بنفسك المستقبليه، فانت كده في منافسه مع نفسك. انت كده مش في منافسه مع اللي حواليك، بس انت في منافسه مع اللي حواليك. ليه؟ لان انت عايش في المجتمع وعايش وسط الناس، ولازم بشكل او باخر هتتعامل وهتاخد وتدي مع الناس. مش هينفع تعيش الون وولف. فالناس هتعاملك دايما بناء على قيمتك مقارنه باللي حواليك. ده ياخدنا برضو لنفس النقطه، ان انت دلوقتي اصبحت في منافسه مع اللي حواليك بالامر الواقع. طب ليه عدو انا هو نفسي؟ بدل ما انا كده في منافسه مع اللي حواليا، ليه عداوه الناس مش مهمه؟ ليه بقى؟ لان انت عشان تعرف تتفوق على الناس اللي حواليك لازم تعادي نفسك. انت لو فضلت مركز على ان انت تتفوق على الناس اللي حواليك وتخطي عليهم، وعايز تبقى احسن من ده واحسن من ده واحسن من ده انت مش هتنتهي بك الموضوع. انت مش هتبقى احسن من اي واحد فيهم. انت لازم تركز ان انت تبقى احسن من نفسك عشان تبقى احسن منهم.
الحكايه لفه شويه، بس اللي بيعدي نفسه هو اللي بيكسب في المنافسه دي، مش اللي بيعدي الناس. الخلاصه ان انت ايه، في منافسه مع اللي حواليك، بس لو حطيت في دماغك ان انت في منافسه مع اللي حواليك انت مش هتكسب المنافسه دي. طب في منافسه في ايه؟ عشان برضه يبقى الكلام واضح بقى، اي مجتمع هتخشه اكيد بيجمعكوا حاجه، الحاجه دي في شخص اكيد هو متفوق فيها وفي ناس تانيين مش متفوقين فيها. ففي طبيعه بشريه كده ان احنا بنحب ان دايره المجتمع كلها تبقى متساويه. لما المجتمع ده يلاقي ان في حد بيطلع فوق فبيقدامه خيارين عشان يحقق المساواه دي، يا اما يطلع له يا اما ينزله هو تحت. وغالبا بيختاروا الخيار التاني لان هو اسهل من الخيار الاولاني، لان مش سهل ان انت تتفوق، سهل ان انت تبوظ تفوق غيرك. شفت انت انت دخلت دلوقتي دايره معينه مهتمه بالكوره مثلا، بتحبوا تلعبوا كوره، فمتاكد في واحد فيكو لعيب العب من اللي حواليه، وفي واحد مش لعيب ومش العب من اللي حواليه. فانت عشان تبقى العب واحد ما ينفعش تركز ان انت تبقى احسن من احسن واحد، انت لازم تركز الاول ان انت تبقى احسن من نفسك. لان افرض احسن واحد ده بعيد عنك قوي، تيجي تنافسه هتلاقي نفسك فاقد الامل، اللي هو شوف يا عم هو فين وانا فين، ده لسه لي كتير. لكن لو ركزت بس انت تبقى احسن منك امبارح، دي سهل تبقى احسن منك امبارح، وتاني يوم تبقى احسن منك النهارده، واليوم اللي بعديه تبقى احسن منك بكره كده. انت فهمت المغزى؟ هتحقق التدرج اللي بيخلي الموضوع سهل. طيب مجتمع مثلا في الجامعه يا عم، مجتمع في المدرسه، مجتمع بيحب القرايه، ايا كان هو مبادئ المجتمعات واحده. طيب تاني قاعدة هي ان الظروف والضغط هو اللي بيفصل ما بين الذكر الراجل والذكر بس. يعني لو عايز تحكم على حد ما تجلوش هو في الظروف الطبيعية هو قاعد عادي ما انتخ وتبتدي تقرر هو ده بيتمتع بالرجولة ولا لا، لان زي ما قلت لك لازم يبقى تحت ستريس، تحت اختبار. لو انهار ده ذكر بس، لو ما انهارش خير وبركة. ليه؟ لان احنا كلنا في الظروف العادية ممكن نكون شبه بعض. الناس بتحقق الصلابة البدنية ليه؟ لو جيت راجعت الموضوع هتلاقي ان هو في الاصل عشان الدفاع عن النفس. طيب هل انت طول الوقت بتبقى مطالب ان انت تدافع عن النفس او عن نفسك؟ لا، لازم في المقام الاول تتهاجم، بعد كده بقى تدافع عن النفس. معناته ان محدش هيعرف اذا كنت انت عندك صلابة بدنية ولا لا الا اذا اتهاجمت. فلازم في كونديشن معينة تبين انت عندك النوع ده ولا ما عندكش. وكذلك في الصلابة الذهنية نفس الحكاية. يعني دلوقتي قدامي واحد اهو عايز اختبر صلابته الذهنية، اعمل ايه؟ اختلف معاه في الرأي وادوس عليه جامد، فاهم؟ واستفزه واشوف هينهار امتى، واشوف هيفقد اعصابه امتى. وكل ما النقطة اللي بينهار فيها كانت بعيدة كل ما كان بيتمتع بصلابة ذهنية اكبر. لان هو اي نعم ان انت ترد على الاستفزاز محتاج قوة، بس ان انت تسكت على الاستفزاز وانت قادر ترد محتاج قوة اكبر بكتير. فلازم تشوف هو لأي درجة قادر انه يسيطر على مشاعره ويسيطر على عواطفه، يبقى مدرك للكلام اللي طالع من بقه. لان في اللحظة اللي بيخسر فيها كل ده هو كده انهار، هو كده خلاص صلابته الذهنية اتكسرت. وبعدين لو تركز في كلامي هتلاقي ان انا بقول لك ايه، اللي يعرف يسيطر على عواطفه ومشاعره معناته ان هو في اللحظة دي برضه بيواجه مين؟ بيواجه نفسه. فهي كل النقط بتسمع في بعضيها، ده اللي انا لسه قايله لك في النقطه اللي قبليها. يعني حتى في اللحظه دي العدو اللي هو شايفه قدامه مش الراجل اللي قاعد بيستفزه اصلا، هو دلوقتي عدوه وهو نفسه ذات نفسه. معناته ان هو لو فقد اعصابه هو دي مش غلطه الراجل اللي قدامه. تخيل بقى لو هو دلوقتي فقد السيطره، مش غلطه الراجل اللي استفزه، دي غلطته هو. يبقى لما يهاجم حد، لما يلوم حد يلوم نفسه بقى، ما يلومش الراجل اللي استفزه. بعد تاني من التفكير بجد انت تفكر بالمبادئ دي. تالت قاعدة ان الراجل عمره ما يقبل انه يبان ضعيف. ودي حتى يعني ايه، تحس الواحد بيتولد بيها حتى من هو طفل صغير، اللي هو تبقى بتتخانق في المدرسة ولا حاجة يبقى انت مضروب ومتداس على وشك ومتعلم عليك، وقايم برضه تتخانق وعامل فيها ما حسيتش بحاجة يعني اصلا ما فيش في حتة سليمة، واخد بالك؟ بس هي دي انت مش عايز تقبل ان انت اتهزمت، مش عايز تقبل ان انت اللوك الضعيف. لان انا عايز اقول لك على حاجه، لو خدت علقه موت وطلعت وانت ثابت على شخصيتك وعلى موقفك انت كده ما خسرتش كل حاجه، اتبقى لك حاجه بس ما خسرتهاش وهي جزء من رجولتك. اول ما تبتدي تاكسبت وتبين فعلا ان انت خلاص بقيت ضعيف، انت كده بقى خسرت بجد كل حاجه. لا انت اللي كسبت في الخناقه ولا انت اللي طلعت بنفس
رجولتك الاولانيه. ودي برضو بشكل او باخر معركه مع نفسك قبل ما تبقى معركه مع اي حد كالعاده يعني. اخر حاجه بقى اللي هي الحاجه الرابعه، المسؤوليه، responsibility. المسؤوليه ازاي؟ الراجل دايما مسؤول عن افعاله، مسؤول عن كلامه. يعني ايه برضو مسؤول؟ يعني لو عملت حاجه وخيشت، انت بس اللي تتحمل نتيجتها. كلامك لازم يبقى فيه مصداقيه. المصداقيه برضو جايه من تصديق، لو انت يعني فكرت فيها، جايه من ان كلامك يبقى صادق. برضو لو فضلنا نحلل الكلمه هنلاقي ان جايه في الاخر من الصدق. ليه؟ لان كتر الكلام اللي ملوش لازمه اللي طالع من بقك، او كتر الكلام المغلوط اللي طالع من بقك، ده دليل ان انت مش مسؤول عن الكلام ده. مش مسؤول يعني ايه؟ مسؤوليه ان انت تتحمل نتيجه افعالك ايا كانت، وما تسيئش استخدام ملكاتك. انا حاولت اقلبها في دماغي عشان ادور على تعريف كويس، بس ده احسن حاجه طلعت بيها. يعني ايه ما تسيئش استخدام ملكاتك؟ يعني انت دلوقتي عندك ملكه الكلام ان انت تتكلم، يبقى ما تقعدش ترمي اي كلام وخلاص. طبعا انت تبقى مسؤول عن نتيجه افعال، سواء كانت يعني افعالك دي ادت نتيجه حلوه او وحشه، فانت بس اللي تتحملها. تلبسهاش بقى في اي حد تاني او ايا كان يعني، او ما تهربش منها مثلا. بس تذكر دائما ان اسبرين ستظل هي مساحتك المفتوحه لتعبر بها عن رايك بكل حريه. السلام عليكم. وعلى راي رجل حكيم قال ذات مره: الرجوله مواقف مش شعر واقف.